نزل حتى كورة ممتازة. يلا جول يلا جول يلا جول خطيرة وبابا جول وبابا جول جول. ماذا لو التقى المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة ودية؟ واش بصح أسود الأطلس أفضل فريق في إفريقيا، أو أن تاريخ الجزائر أقوى؟ وشنو هو السر وراء هذا الصراع هذا اللي كان من سنوات؟ غادي نحاولوا أننا نكون محايدين في هذه الحلقة، والحقيقة غادي نقولوها من الفيديو الأخير وتعطينا الرأي ديالك في التعليقات. يلا نبداو. الجزائر سنة 2014 كانت من بين أقوى المنتخبات في العالم، قدموا مستوى خرافي في كأس العالم اللي كانوا جاوا في مجموعة قوية: بلجيكا، كوريا الجنوبية وروسيا. من بعد خسارة أمام بلجيكا وفوز أمام كوريا الجنوبية وتعادل أمام روسيا، تأهلت الجزائر للدور الثاني، وكان عندهم ماتش مهم جدا أمام الوحش الألماني، الماكينات الألمانية، اللي خسرت الجزائر أمامهم متعالب الصحراء افضل المباريات ديالهم في التاريخ. من بعد هذا الاقصاء بقات الجزائر كتطور في الفريق ديالها. سنة 2019 الجزائر غادي تلعب كأس افريقيا اللي كانت منظمة في مصر، وتم قدموا اداء اسطوري اللي جميع العرب شجعوهم، وحنايا المغاربة كنا كنشجعوا الجزائر في سنة 2019. الفيديوهات موجودة تدل على ذلك. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. بابا جول، حطها في الجول. فمن بعد الأداء الأسطوري مع المدرب جمال بلماضي، قدرت الجزائر أنها تحقق اللقب الثاني ديالها في كأس إفريقيا. كل شيء كان مرشحهم أنه في سنة 2021 غادي يديو كأس إفريقيا أخرى، وعلى الأقل غادي يوصلوا النهائي. لكن الصدمة: إقصاء من دور المجموعات أمام فرق ضعيفة جدا. الصدمة الكبرى: إقصاء أمام الكاميرون وعدم التأهل إلى كأس العالم قطر 2022. غيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز. حذري. من بعد ذلك إقصاء آخر في كأس إفريقيا أمام منتخب ضعيف جدا وهو منتخب موريتانيا. وفي كل هذه النكسات اللي كان فيها المنتخب الجزائري، واحد المنتخب خدام وكيحاول أنه يبني راسه. أسود الأطلس في سنة 2018 قدر أنه يقدم مستويات كبيرة في كأس العالم، تعادل مع إسبانيا ولو أنه خسر مع البرتغال ومع إيران، لكنه قدم مستويات كبيرة بشهادة العالم. وجاء نقطة تحول، جاء نقطة الصدمة للعالم سنة 2022 كأس العالم، اللي كان المنتخب المغربي غير مرشح حتى أن يكسب نقطة واحدة، والذي جاء في مجموعة قوية جدا: بلجيكا، كندا، كرواتيا. فحنايا المغاربة ما كناش ناويين أننا غادي نديرو شي حاجة في هاد كأس العالم، ما نكذبوش على راسنا. في أول مباراة للمنتخب المغربي تعادل 0-0، من بعد ربح بلجيكا في مباراة ملحمية 2-0، ومن بعد ربحنا كندا ب2-1، مباراة تاريخية. وتأهلنا للدور الثاني ضد إسبانيا، وأيضا ربحناهم في مباراة ملحمية، وتأهلنا ضد البرتغال لربع نهائي. هنايا كانت الصدمة: المنتخب الوطني المغربي قدر أنه يربح البرتغال، وقدر أنه يتأهل نصف نهائي كأس العالم. تخسرنا ضد فرنسا، وانتهى الحلم كل مغربي وكل طفل وكل رجل كان يتمنى أن نتأهل لنهائي الأحلام، نهائي كأس العالم. ولكن للأسف ظلمونا ودونا الحق ديالنا 2 ضربات جزاء، وقدمنا أداء أسطوري. وكسولنا كل مغربي من بعد كأس العالم شنو غادي تتوقع؟ كل شيء توقع أن المغرب غادي يدي كأس إفريقيا سنة 2023، وكنا متيقنين أننا على الأقل غادي نوصلوا لنهائي كأس إفريقيا، وغادي نحيدوا العقدة ديال 50 سنة. لكن الصدمة: إقصاء مخيب في الدور الثاني أمام جنوب إفريقيا. هنا أرنولد، كيفية تنفيذ الكرة. أرنولد يرسل الكرة. لكن كان مازال عندنا الأمل أن كأس إفريقيا غادي تنظم في بلادنا سنة 2025، وداك الشيء اللي كان. ضمن أفضل نسخة في كأس إفريقيا منذ بداية هذه البطولة، وتوجنا باللقب سنة 2025 ضد السنغال بعد ملحمة كروية ضد أفضل المنتخبات في إفريقيا: الكاميرون، نيجيريا، السنغال. شي وحدين غادي يقولوا لي السنغال هي اللي ربحت كأس إفريقيا. لا، السنغال ما ربحتش كأس إفريقيا، السنغال انسحبت من النهائي، والانسحاب في قوانين الكاف يعني منهزم 3-0. فالقانون واضح، والمغرب هو البطل الرسمي حاليا.
والسؤال: واش يقدر المنتخب المغربي أنه يتوج بكأس العالم سنة 2026؟ جميع المحللين يرشحون المغرب للوصول إلى أدوار متقدمة. الآن غادي نجاوب على السؤال: واش المنتخب المغربي أفضل من المنتخب الجزائري أم العكس؟ في الحقيقة غادي نكون محايد واحترام المنتخب الجزائري والتاريخ ديالو، اللي أيضا تشي واحد وتشي مغربي ما يقدر ينكر أن المنتخب الجزائري كان واحد الوقت من أقوى المنتخبات في العالم وإفريقيا. لكن الحقيقة تقال: ما قدمه المنتخب المغربي إعجاز كروي لا أحد سيستطيع أن يفعل ما فعله، وكأس العالم في أمريكا ستبين لكم ذلك. أفضل منتخب إفريقي هو المنتخب المغربي بدون منازع، والمنتخب الجزائري بعده. هنا نصل إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة. المحتوى ديالها أولا ديني، قصص ومواعظ، أيضا كرة القدم، فلا تنسوا الاشتراك والدعم لنواصل إن شاء الله. شكرا لكم.